عيب ممكن يقابل الجميع في اي شاشة. الشاشة دي 24 توشيبا، كانت بتطفي وتشتغل تطفي وتشتغل وفي الاخر فصلت خالص. تعالوا مع بعضنا نشوف العيب ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديت شاشة توشيبا، شاشة LCD توشيبا. تمام. الشاشة ديت كانت شغالة تمام ويشغلوها ويطفوها عادي خالص، وفي الاخر بقت على بال ما تفتح تاخد لها بتاع ربع ساعة على ما تشتغل، وبعد كده بقت تاخد ساعة على ما تشتغل، وبعد كده فصلت خالص. تمام. العيب هنا اللي احنا لقيناه اول ما فكينا، طبعا كان في تراب وبتاع احنا نضفناه. تمام. ده منظر الشاشة اهو من جوه. خلي بالكم ان الحاجات دي مهمة جدا، الفلاتات والحاجات دي مهمة جدا. طبعا ده مش موضوعنا. تمام. موضوعنا المشكلة فين هنا، ايه اللي خلى الشاشة دي فصلت باور. تمام. وهل العيب اللي احنا هنتكلم عنه ده هو خلاها تفصل باور فعلا؟ ايوه. هنا حضراتكم لو احنا بصينا هنا كده هنلاقي المكثف ده منفوخ. المكثف ده عند دايرة الباور، يعني شوف ده سليم اهو. تمام. وده سليم اهو. لو ده منفوخ يبقى لازم يتغير، ولو ده منفوخ يبقى لازم يتغير. ده منفوخ اهو اهو، يبقى لازم يتغير. تمام. ده اللي هنغيره دلوقتي. طب بالنسبه لهنا في قفلات ولا حاجه؟ لا، هنا مفيش اي حاجه خالص، بس عشان محدش يشتغل حد ويقول له ده الملفات بايظه واصل معرفش ايه بايظ والترانزستور معرفش ماله والكلام من ده. المكثفات ياخد اللي هو ياخده، مفيش اي مشكله، المهم ان هو يراعي ضميره. تمام. هنغير المكثف ده كده وهنرجع لحضراتكم نشوف المكثف ده رقمه كام ونغيره ونشوف هو اللي عامل المشكله ولا لا. ماشي، انتظرونا. حضراتكم بعد ما فكينا البوردة دي منظر البوردة اهي. بس انا عايز اقول لحضراتكم تخلي بالكم، لان انا اتكهربت كهرباء جامدة جدا بسبب المكثف الكبير ده. المكثف ده مكانه عايز اقول لكم حوش كهرباء 220 فولت. تمام. مكانه هنا اهو، يعني شوف المكثف اهو مكانه اهو. خلاص ادي مكانه اهو. دي يعني عارفين لو حد لمس الاتنين دول اللي جنبه، يا نهار ابيض كده ايه اللي ممكن يحصل. مش عارف هيبان ولا لا. هو في الغالب كده هو مفرغ الكهرباء اللي فيه. في الغالب كده هو مفرغ الكهرباء اللي فيه، ودي حاجة كويسة جدا ان الكهرباء تكون متفرغة. هنغير بس المكثف ده اهو وهنرجع لحضراتكم هنشوف رقمه ايه ونرجع لحضراتكم. ده يا جماعة منظر المكثف اهو، 1200 على 10 فولت اهو. بص شايفين منفوخ ازاي وضارب من كل ناحية اهو. شايفين 1200. طب احنا هنركب له ايه بقى؟ هنركب له واحد اهو اهو 1200 اهوت، 1200 على 16 فولت اهو اهو. ده هينظم برضك، هينظم وهيبقى احسن اهو. تمام. هنركب كده ونشوف الدنيا ايه. تمام كده احنا ركبنا اهو المكثف اهو الجديد اهو. تمام. اللي هو ده. تمام. وده منظر البوردة. هنروح بقى نركب كده البوردة كده ونقفل ونشوف الدنيا ايه. طبعا احنا بصينا على بقية المكثفات كل حاجة تمام ومفيش اي مشكلة الحمد لله. تمام. بعد ما ركبنا الطقم اللي كان بايظ. تمام. ونتوكل على الله كده ونقفل ونقول يا رب سهل. هنبتدي بقى نقفل المسامير بقى اهو. تمام. كل حاجة في مكانها. وهنا طبعا يعني بص دي دايرة الليد ده اهي، دي دايرة الليد دهيت، دي دايرة الليد شوف لها كام لمبة. تمام. هنقفل كده ونقفل كل حاجة في مكانها وبإذن الله خير إن شاء الله. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك والمتابعة. كل حاجة طبعا بيبقى لها عدل، المكثفات لها عدل، الفلاتة لها عدل، كل حاجة بيبقى لها عدل. طبعا احنا ما جيناش الناحية دي خالص. تمام. نيجي هنا الفيش بتاعت الليدات كل حاجة بيبقى لها عدل، مينفعش حاجة تركب عكس الحاجة التانية اهو. تمام. كل حاجة لازم ان احنا نتأكد ان هي ركبت في تمامها. تمام. تمام. خلاص كده المكثفات بسم الله ما شاء الله. كده احنا هنركب بقى الكهرباء وهنجرب من قبل ما نقفل ونعمل اي حاجة. انتظرونا لحظة واحدة. خلي بالكم يا جماعة الكهرباء دي اهي نص طريقة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
توكل على الله. بسم الله ما شاء الله. عندنا اللمبه نورت اهي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. كل حاجه قدام حضراتكم اهي زي ما انتم شايفين. الحمد لله رب العالمين. كل حاجه بالتمام اهي. وكان المكثف دوت هو اللي كان عامل المشكله دي كلها. تمام اهو. خلاص كده كده الحمد لله رب العالمين. كان هو المكثف ده يعني طقم المكثفات دوت هو اللي بيبقى عامل المشكله دي كلها. تمام. هنفصل بقى وهنقفل بقيه الحاجه بقى. يلا بقى هنقفل مع بعضينا. خلاص. طبعا ده الظهر بتاعها اهو. خلاص. طبعا هو ايه بسم الله ما شاء الله هو بيركب في مكانه بيطبع في مكانه مفيش اي مشكله خالص اهو. تمام. ده اسم الشاشه اهي. ادي اسم الشاشه اهو واضح قدام حضراتكم اهو توشيبا. تمام كده يا جماعه. احنا خلاص خلصنا اهو وقفلناها الحمد لله الشاشه اهي. تمام. انتوا طبعا عايزين متشجعين تشوفوا شكل الشاشه نفسها. ادي شكل الشاشه اهي يا جماعه اهي. الموديل دوت اهو. ده الموديل بتاع الشاشه توشيبا. الموديل بتاع الشاشه واي شاشه عامه يعني عشان ما حدش يضحك عليكم عملت نفس الموضوع. ابتدت ان هي تطفي وتقيد تطفي وتقيد تطفي وتقيد بنفس الطريقه ديت وبعد كده فصلت خالص. اوقات بنسبه 95% بيبقى طقم المكثفات وده بيبقى شغل هاردوير. في حاله ان هي قطعت اضاءه ومفيش اضاءه وفي صوت بس ده بيبقى يعني بنسبه 95 97% بتبقى ليدات. تمام. وكده وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسوش تعملوا لنا متابعه وتعملوا لنا اشتراك ولايك وتكتبوا لنا رايكم في التعليقات. وده اساسا المفروض المحتوى الاصلي بتاعي اللي انا بديت فيه من 2016 لكن للاسف ما حدش كان بيدعمني ولا حد كان بيشجعني. كان معكم اخوكم هاني الشريف من صفحه هاني الشريف اتش وقناه هاني الشريف اتش على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا دي الشاشه اهي وهي شغاله. طبعا ما فيش اشاره ولا حاجه عشان خاطر الريسيفر مش واصل. الريسيفر بتاعها منه فيها على طول.